السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. الرقاق الناشف بقى اللي العيد الكبير كده ما بيحلاش غير بيه، كل سنة وانتم طيبين. هنعمله مع بعض في الفيديو بتاعنا بكل سهولة، ومش هيكون معجن وهيكون مورق كده زي ما هتشوفوا في الفيديو بتاعنا. معايا كده الشوربة بتاعتي تكون دسمة علشان بتطعم الرقاق وبتوديه في حتة تانية. ومعايا كده المادة الدهنية بتاعتي زيت على سمنة او زيت بس او زبدة على حسب المتوفر عندك. ومعايا اللحمة بتاعتي متعصجة وجوسي كده علشان تطري معايا الرقاق زي ما انتوا شايفين. يلا بقى ندخل على الوصفة بتاعتنا ونعملها مع بعض. معصجين اللحمة مع بعض في الفيديو بتاع الجلاش. هجيب بقى الصينية بتاعتي وادهنها زبدة، وهبتدي اجيب الرقاق بتاعي وابتدي ابلها بالشوربة كده. مع الشوربة معايا مش سخنة قوي ومش كده، من الملح بتاعها تظبطي الملح. وابتدي احط ارص طبقة وادهن بالزبدة كده، وهرص 5 رقاقات فوق بعض. انا مش بحبه عالي قوي، بحبه وسط. هرص 5 رقاقات، وبعدين هنحط العصاج مع بعض، وبعدين نرص 5 تانيين. انا هنا رصيت ل5 بنفس الطريقة اللي عملنا بيها الرقاق الاولانية. وتأكد ان كل الاطراف معاكي اتبلت بالشوربة كويس علشان تستوي معاكي وتبقى طرية. انا هنا هدي دهنة بقى بالزبدة كده، وابتدي انزل بالعصاج بتاعي. هننزل كده باللحمة وهنفردها كويس على الرقاق. تمام كده رصينا اللحمة بتاعتنا العصاج كويس جدا. هبتدي ارص 5